الدولي لكرة القدم إنفانتينو إسناد أو تنظيم المغرب، البرتغال، إسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030 بدأت تساؤلات وكثرات الإشاعات حول الملاعب المغربية المختارة لاستضافة هذا الحدث العالمي. لذلك حنا هنا باش نقربوكم من الحقيقة ونعطيوكم آخر المستجدات. صحف مغربية عديدة مقربة من الجامعة مع صحيفة AS الإسبانية توقعوا بأنه 6 ملاعب تم اختيارها لاحتضان كأس العالم 2030، وهي طبعا ملعب الدار البيضاء الكبير اللي غنرجعوا ليه من بعد، وملعب ابن بطوطة بطنجة، وملعب مراكش، والمركب الرياضي الفاس، والمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وملعب أدرار بأكادير. فوزي القجع في خرجة سابقة يوم 5 أكتوبر مع راديو مارس أكد بأنه تم حسم الأمر في 6 ملاعب اللي غادي تنظم هذا الحدث العظيم، وهي نفسها اللي توقعوا الصحف: الدار البيضاء، مراكش، أكادير، الرباط، فاس وطنجة. ولكن مازال ما تقرر 100% بأن هاد المدن فقط اللي غادي تدفع في ملف الترشيح للفيفا. ممكن نشوفوا معهم ملعب أو ملعبين إضافيين ولا مدن أخرى يحتاجوها من أجل الحصص التدريبية للمنتخبات فقط. المهم في الوقت الحالي تم التأكيد على هاد الملاعب اللي ذكرناها في انتظار مستقبلا إلى كان شي جديد. حاليا كاين عمل كبير في بعض الملاعب لتجهيزهم لكأس إفريقيا 2025 وبعدها الاحتضان كأس العالم 2030. ابن بطوطة بطنجة أول ملعب انطلقت فيه الأشغال، بحيث في الشتاء الماضي بدأت عملية تغليف للهيكل الخارجي للملعب، يعني على برا التيران، وزادوا بعض المدرجات باش يوصل ل 65 ألف مقعد ويكمل الشكل الدائري ديالو. في الصيف الماضي تم إغلاق الملعب من جديد، ووتيرة الخدمة والإصلاح مشات بشكل سريع. شركة TGCC تم تكليفها بأعمال البناء وعطاو الجهد من ناحية الحفر لإزالة مضمار ألعاب القوى باش يزيدوا المدرجات من الأسفل للوصول إلى 80 ألف مقعد. لذلك من هنا لسنة ونصف أو أكثر بقليل غادي نشوفوا الشكل النهائي للملعب اللي غادي يكون مغطى بالكامل وفيه أضواء خارجية غادي تعطي جمالية لهاد المعلمة بطنجة. ثاني ملعب اللي غتكون فيه الخدمة بزاف هو الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الشركة المغربية نفسها اللي ذكرناها توكلت لها المهمة في البناء مع الاعتماد على مهندسين محليين ومن دولة الصين أيضا من أجل تصميم الملعب. الانطلاقة ديال الأشغال بدات في شهر غشت الماضي بهدم الملعب بشكل كلي وإزالة المضمار لتوسعة الملعب إلى 65 ألف مقعد، وغادي يقادوا ملعب آخر خاص بألعاب القوى. مرافق الملعب غادي تقاد بشكل حديث مع غرف جميلة خاصة بأصحاب VIP، شخصيات أو ضيوف خاصة، وأيضا أشياء أخرى تتوافق مع الملاعب الكبرى في العالم غادي نكتشفوها مع الوقت. مدة العمل غالبا غادي تكون في 18 شهر كحال طنجة، بتصميم جميل سيشمل تغطية الملعب ومظهر خارجي جميل مزين بالأضواء. أما بخصوص ملاعب أكادير ومراكش وفاس سيتم إصلاحهم وتهيئتهم بعد كأس إفريقيا 2025. قبل ما نكمل بغيت نقول لكم أن هذه غتكون الحلقة الأولى من سلسلة مونديال 2030. إلا بغيتي تكون معنا في هذه الرحلة وتكتشف كل جديد بطريقة مختلفة ما عليك إلا الاشتراك في القناة وتأكد أنك مفعل زر الجرس وتدعمنا بالضغط على زر الإعجاب. وصلنا دابا للنقطة اللي كيسول عليها الجميع واللي هي واش ممكن الملعب الكبير بالدار البيضاء اللي غادي يتم إنجازه يحتضن نهائي كأس العالم 2030. قبل ذلك نعطيو بعض المعلومات على هذا الملعب الجديد. مكان المعلمة الرائعة غادي يكون في منطقة بن سليمان على بعد 38 كيلومتر من الدار البيضاء. القيمة المالية لتشييده غادي تكون تقريبا 5 مليار درهم بتمويل من طرف الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير CDG. الأشغال ستنطلق في نهاية السنة الحالية وستنتهي بعد سنتين حسب قول الرئيس فوزي القجع في الندوة الخاصة بمراسم التوقيع اللي كانت يوم الجمعة بمركب محمد السادس. سعة الملعب غادي تكون 115 ألف مقعد وهو الأضخم إفريقيا ومن أكبر الملاعب في العالم. حاليا ما كاينش معطيات حول الشركة المكلفة بالبناء أو المكلفين بالهندسة أو تصميم هذا الملعب. حتى هنا كل شيء مزيان، ولكن واش غادي نربحوا الإسبان وننظموا أهم مباراة في كأس العالم؟ إلى الآن كاين جدال بين الطرفين. صحف إسبانية كالماركا قالت بأن ملعب سانتياغو برنابيو سيحتضن المباراة النهائية وهذا الأمر مؤكد بالنسبة لهم. من جهة أخرى في كاتالونيا كيضغطوا حتى هما بشكل كبير من أجل لعب المقابلة النهائية في ملعب الكامب نو، لكن العديد من الخبراء الرياضيين والصحفيين كيشوفوا بأن المغرب عنده حظوظ للتنظيم النهائي. أولا نظرا لسعة الملعب الكبير بالدار البيضاء الأكبر مقارنة بكل ملاعب إسبانيا، وأيضا
كون البرنابيو سبق ليه احتضن نهائي كأس العالم 1982. هذه بعض الأمور اللي تقدر تخلي الفيفا تفضل المغرب وتعطيه حق الاحتضان. لكن